في الفيديو ده هناخد مراجعة جرامر شاملة المنهج كله بتاع تالتة اعدادي. فهاتوا ورقة وقلم معاكم وتعالوا معايا. اول حاجة هنبدأ بيها المراجعة وهي prepositions of time، يعني حروف الجر الخاصة بالوقت. عندنا اول حرف جر خاص بالوقت وهو ان بستخدمها مع الشهور والسنين. ان بستخدمها مع الشهور والسنين لما اقول مثلا in May. ماي ده شهر مايو، فمع الشهور بنقول in winter. طيب ممكن اقول in 1999، يعني ممكن اقول سنة، فدي حاجات خاصة برضو بالوقت. طيب عايز اقول اخر واحدة خالص اللي هي in 5 minutes، يعني في خلال 5 دقايق. طيب يبقى احنا كده عندنا حرف جر in بستخدمه مع الشهور والسنين، لما او ممكن اقول القرن ال21، القرن ال22 استخدم مع in. عايز اقول في خلال اسمها in 5 minutes او in 2 hours، في خلال ساعتين، يبقى in 5 minutes دي معناها في خلال 5 دقايق. in 3 days في خلال 3 ايام. طيب تاني حاجة معانا وهي at بستخدمها اكتر مع الوقت، لما اقول مثلا at 9 o'clock، يعني في الساعة 9. at night في الليل. at the weekend. at lunch time. at dinner time، يعني في وقت الغداء، في وقت العشاء. at the moment. at present. at the same time. طيب في تحت عندنا برضو at the edge of. at the edge of يعني في عمر. at the edge of. تالت حرف جر خاص معانا بالوقت، ونركز برضو ان كل ده احنا بنتكلم على الوقت. تالت حرف جر هو on. في الايام العادية مثلا عايز اقول في يوم الاثنين on Monday. on Saturday في يوم السبت. on Sunday يوم الحد. فمع الأيام ودي معروفة بنستخدم on. حاجة تانية برضو اللي جنب on Monday on 10th November، يعني ايه؟ يعني في العاشر من نوفمبر. لما الناس تشوف نوفمبر ممكن تقول ايه ده شهور، فنستخدم معاها ان اللي احنا لسه قايلينها من شوية. لا، في قبلها يوم اللي هو يوم 10 اللي مكتوب 10 وفي تي اتش صغيرة كده فوق رقم 10، دي معناها في اليوم العاشر من نوفمبر. طب ما دام قلت اليوم العاشر يبقى انا بتكلم كده على الايام، فاللي بنستخدم معاها on. بعد كده on Tuesday morning، يعني في صباح يوم التلات. on holiday دي برضو مهمة جدا، اسمها on holiday مش in. اخر حاجة معانا وهي on time. on time يعني ايه؟ on time يعني في الميعاد المحدد. يعني ايه في الميعاد المحدد؟ يعني الدرس الساعة 3، احمد جه الدرس الساعة 3 بالظبط، يبقى احمد كده جه on time، يبقى احمد كده جه في الميعاد المحدد. on time نركز عليها كويس جدا. و on holiday يعني في العطلة. ونركز برضو ان الايام بتاخد on، ولما الاقي رقم مكتوب عليه تي اتش دي معناه ان هو في اليوم العاشر. او طب لو يوم الثامن برضو هيبقى 8 وفوقيها تي اتش. اخر حرف جر معانا وهو for، ومعناه لمدة. لما اقول عايز اقول مثلا لمدة 3 ساعات اقول for 3 hours. for 3 hours. طب لمدة ساعتين for 2 hours، لمدة ساعتين. يبقى احنا كده عندنا 4 حروف جر خاصة بالوقت. اول حاجة وهي ان، وتاني حرف جر هو at، ورقم 3 on، والاخير for. عرفنا كل واحد بنستخدمه مع ايه. قلنا ان بستخدمها مع السنين وقبل شهور السنة لما كنت بقول in May، ونركز ان احنا بنحطها قبل. نركز ان احنا بنحط قبل شهور السنة وقبل السنين لما اقول in 2014. وبنقول in 3 days في خلال 3 ايام. تاني حاجة واللي اتكلمنا عليها وكانت at اللي بنستخدمها مع وقت محدد، لما اقول مثلا at 9 o'clock في الساعة 9. طيب لما كنت بقول at night في الليل. at lunch. at breakfast في الفطار، في الغداء. تالت حاجة وكنا اتكلمنا عليها وهي on، لما كنت بقول on Monday on 10th November. on holiday on time.
واخر حاجة وكانت for لما كنت بقول لمدة 3 ساعات for 3 hours. كل واحدة في دول لازم نعرف بتاخد معاها ايه بالظبط، السنين بتاخد ايه والشهور، ومع الايام بنستخدم ايه، ولو عايز اقول في الوقت المحدد بقولها ازاي، والحاجات دي كلها لازم نبقى عارفينها. طيب اللي هناخدها دلوقتي دي حروف جر خاصة بالمكان. اللي خدناها من شوية كانت حروف جر خاصة بالوقت، لكن دي خاصة بالمكان. يعني ايه خاصة بالمكان؟ يعني انا عايز اقول مثلا القلم تحت الديسك، إيه بيتي بين المستشفى والمدرسة مثلا. بستخدم ايه مع الحاجات دي؟ اول حاجة بنستخدمها هي next to، بجوار. عايز اقول حاجة بجوار حاجة فاستخدم next to. in front of، امامه. near، بالقرب من. عايز اقول المدرسة قريبة من البيت بتاعي. حاجات زي دي بنستخدم معاها حروف جر زي اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. under، the pen is under the desk، يعني القلم تحت الديسك. under، يبقى انا كده بحدد مكان، بحدد مكان. الصف التاني opposite، مقابل. opposite. behind، خلفه. behind. above، فوق. above. between، بين. between. طيب دي حروف جر عارفينها طبعا كلنا، next to، in front of، near. حاجة بالقرب، حاجة أمامة، حاجة خلفة، تحت. كل دي حاجات سهلة وعارفينها. اللي جاية دي نركز فيها برضو شوية، وهي طبعا برضو حروف جر خاصة بالمكان. at، in، on، اللي في الجدول الأزرق اللي تحت. at، لما أقول مثلا at 15 الثورة street. لما حد يسألني انت ساكن فين، اقول له مثلا at 15 الثورة ستريت، في شارع الثورة، 15 شارع الثورة. فانا كده بحدد مكان فبستخدم معاها at. تاني حرف جر in. عايز اقول في مصر in Egypt، في القاهرة in Cairo، في الجيزة in جيزة. يبقى مع الحاجات او المدن اللي زي دي بستخدم معاها in. يبقى تاني انا بحدد شارع مثلا وبقول رقمه، طبعا دي حاجة محددة جدا، انا بقول رقم الشارع واسمه، فبستخدم في الحالة دي at. يبقى بستخدمها قبل عناوين إيه، اسماء الشوارع مثلا. بستخدم in مع المدن ومع الدول ومع القارات. مع الدول Egypt، in Egypt، in Europe. طيب ممكن اقول حاجة تانية برضو ودي ركزوا عليها ومهمة جدا، ان اتاكسي وان اكار. دول مهمين جدا، وتعرف ان انت لازم تستخدم معاهم ان. في التاكسي ان اتاكسي، في العربية ان اكار. نركز على الاتنين دول كويس جدا، ان اتاكسي وان اكار، عشان هيبقى فيه باص وترين بعد كده نبدأ نعرف كل واحدة بتستخدم معاها ايه. يبقى نعرف دلوقتي ان اتاكسي، ان اكار بياخدوا معاهم ان. ما ينفعش اقول اون اتاكسي، ما ينفعش اقول اون اكار. تالت حرف جر معانا وهو on. زي ما احنا بنتكلم، احنا قلنا بنتكلم على حروف جر خاصة بالمكان، لحد دلوقتي بنقول فوق، تحت، بين. كل دي حاجات خاصة بالمكان. اخر حرف جر هو on. لما ببقى عايز اقول on the left، على اليسار. on the right، على اليمين. on the corner، يعني في الكورنر. اللي جاي دي برضو نركز عليها، مهمة جدا. on the bus و on the train. يبقى احنا كده عندنا 4 حاجات. in a taxi، in a car، بياخدوا معاهم in. on the bus، on the train. تاني in a taxi، in a car. الكار والتاكسي بياخدوا معاهم in. الترين والباص بياخدوا معاهم on. اقول on the bus، on the train. يبقى الترين والباص بياخدوا معاهم on. التاكسي والكار بياخدوا معاهم in. ما نتلخبطش بينهم ونحفظهم كويس. الجزء اللي جاي بعد كده وهو ال present simple tense، يعني زمن المضارع البسيط. زمن المضارع البسيط ده من أسهل الأزمنة الموجودة، وموجود في يونت 1 معانا. الزمن ده عايزين نعرف فيه حاجتين مهمين جدا. أول حاجة في الزمن ده تكوينه. تكوينه I، you، we، they، ومعاهم فعل في المصدر، يعني الفعل مش متضاف ليه أي حاجة. ومع هي، شي، ات هنضيف اس او اي اس او اي اي اس. في الغالب بتضيف اس، لكن طبعا في حالات بتضيف فيها اي اس، وفي حالات تانية بتضيف فيها اي اي اس.
طيب مثال على الزمن ده لما اقول مثلا I play football، انا بلعب كورة. هنلاحظ ان الفعل عندنا هو play. هنلاحظ ان الفعل ده فعل في المصدر او مصدر الفعل الموجود معانا هو play. مش متضاف ليه طبعا اي حاجة، مش قدامك اس ولا اي اس ولا اي اس ولا متضاف ليه اي حاجة، يبقى مع I و you و we و they. يعني اقول we play you play they play. طيب لو قلت مع he و she و it هقول he plays football او she plays football. هي بتلعب كرة او هو بيلعب كرة قدم. يبقى ضفنا هنا اس. يبقى تاني الحتة دي I you we they ما بضيفش للفعل حاجة. he she it بضيف للفعل اس او es او ies. حاجة برضو لازم نعرفها وهو شكله في النفي. طبعا اي زمن معروف بنعرف شكله في الاثبات عامل ازاي وشكله في النفي عامل ازاي، وفي حالة السؤال بنعرف فيه 3 حاجات. في حالة الاثبات زي الجدول الاصفر اللي قدامك ده، وحالة النفي وحالة السؤال. في حالة النفي طبعا عارفين ان المضارع البسيط بنفي ب don't و doesn't. تاني بنفي المضارع البسيط ب don't و doesn't. don't مع ضمير زي I you we they. يعني اقول I don't you don't we don't they don't. طيب بنفي ب doesn't امتى؟ مع ضمير زي he she it. اقول she doesn't he doesn't it doesn't. يبقى كل حاجة ليها الحاجة بتاعتها. ما ينفعش اقول he don't او اعكس اقول I doesn't. لا، الكلام ده مش مظبوط خالص. تالت حالة معانا في زمن المضارع البسيط وهي حالة السؤال. ازاي بسأل في المضارع البسيط؟ عرفنا ان في المضارع البسيط بسأل بحاجتين. حاجتين ايه هما؟ do و does. بسأل بحاجتين في المضارع البسيط do و does. وطبعا do مع فعل مع ضمير زي I you we they. يعني اقول ايه؟ اقول do you do we do they. طيب بستخدم does امتى في السؤال؟ لما اقول does he does she does it. يبقى كل حاجة عرفنا ان ليها الضمائر بتاعتها. I you we they معاها do. does بيجي معاها ضمائر زي he she it. وطبعا do و does بيجوا في اول الجملة خالص. اقول does he. طيب هتبصوا تحت كده على الكي ووردز، المستطيل الاخضر اللي قدامكم اللي مكتوب عليه كلمات دالة. الكلمات او الكي ووردز دي بتساعدك بشكل كبير جدا ان انت تعرف الزمن اللي بتتكلم عنه ده زمن ايه. يا ترى ده مضارع بسيط ولا ماضي بسيط ولا ايه بالظبط. فالكلمات دي مهمة انك تعرفها، او لما بتشوفها في جملة بتساعدك على الزمن ده بتعرف زمن ايه. فزمن المضارع البسيط بشوف فيه شوية كلمات، اول ما بشوفها بعرف ان انا بتكلم في المضارع البسيط. كلمات زي always usually sometimes never، او every year every month every week. كل دي حاجات لما بشوفها بعرف ان انا بتكلم في زمن المضارع البسيط. يبقى عرفنا في زمن المضارع البسيط اول حاجة تكوينه، وعرفناه في حالة الاثبات عامل ازاي، وفي حالة النفي، وفي حالة السؤال. وعرفنا كلمات لما بشوفها اللي هي اسمها الكي ووردز، لما بشوفها بعرف ان انا بتكلم في الزمن المضارع البسيط. اخر حاجة نعرف بقى بنستخدمه في ايه اصلا الزمن ده. الزمن ده بستخدمه مع الحقائق او العادات او جداول المواعيد. حقائق زي ايه؟ لما اقول the sun rises in the east، يعني الشمس بتشرق من الشرق. طيب عادات زي ايه؟ لما اقول حبيبة always gets up early، دي عادة عشان كده استخدمت معاها مضارع بسيط. طيب جداول المواعيد زي ايه؟ مواعيد الطيارات، مواعيد القطارات، مواعيد الحفلات والسينما والمسرح والتلفزيون. كل دي مواعيد بستخدم معاها زمن المضارع البسيط. لما اقول مثلا the plane arrives at 8 p.m، يعني الطيارة هتوصل الساعة 8. فهنا هنلاقي ان arrives ضفنا هنا اس.
وهنلاقي برضو في gets up early الفيرب ضفنا ليه اس، و rises برضو نفس النظام ضفنا لها اس. في بعد كده grammar unit 2، وده بنتكلم فيه عن الصفات القصيرة والصفات الطويلة. يعني ايه صفات قصيرة وصفات طويلة؟ نبدأ أول حاجة بالصفات القصيرة اللي هي short adjective. short adjective دي الصفة العادية خالص لما أكون عايز أقول مثلا أحمد طويل، علي قصير، آية طويلة. صفات عادية خالص، فممكن أقول علي is tall، علي طويل. أحمد is short، أحمد قصير. دي اللي اسمها الشورت adjective. طيب مكتوب قدامكم بالظبط في الجدول الصغير اللي قدامنا من أمثلة الصفات القصيرة. قلنا hot، big، tall، ساخن، big كبير، tall طويل. قلنا لما بحب اوصف شخص بكذا حاجة من دي فدي اسمها short adjective. تاني حاجة عايز اعرفها لكم عن الشورت adjective هي الصفة اللي بعرف اضيف ليها er و than. لما اقول مثلا عايز اقارن بين احمد وعلي، اقول مثلا احمد طويل اطول من علي، اقولها ازاي؟ احمد اطول من علي، يبقى احمد is taller than علي. لو نلاحظ ان في الصفة هنا اللي هي tall ضفنا ليها er زائد than، وبنسميها في الحالة دي صفة مقارنة. يعني ايه صفة مقارنة؟ صفة بستخدمها عشان اقارن بها بين شخصين، عايز اقول حد اطول من حد، حد اقصر من حد، فبستخدم في الحالة دي er زائد than. فدي اسمها الصفة القصيرة الشورت adjective، بضيف ليها er زائد than عشان اخليها مقارنة، عشان اقارن بها بين حاجتين. طيب الجزء التاني عندنا وهو الصفات الطويلة اللونج adjective. لونج adjective زي المستطيل اللي قدامكم دلوقتي اللي مكتوب فيه من أمثلة الصفات الطويلة. أول حاجة exciting مثير، expensive غالي الثمن، beautiful جميل. هتقولي برضه أنا مش فاهم يعني إيه قصيرة وطويلة. قصيرة دي بضيف ليها er زائد than، لكن الصفة الطويلة لو نلاحظ كده مثلا زي expensive، هل ينفع أقول expensiver than؟ لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده. طب ينفع أقول beautifuler than؟ لا طبعا. طب exciting than؟ لا طبعا مفيش حاجة اسمها كده خالص. في الصفة الطويلة بنضيف حاجات تانية. يبقى احنا كده تاني في الصفة القصيرة بنضيف er زائد than. الصفة القصيرة اللي زي قدامكم دي hot، big، tall او غيرها، هتلاقيها برضو صفات بينفع ان انت تحط ليها er. مش هما التلاتة دول بس، دي امثلة بس عنها، وهنشوف دلوقتي صفات كتيرة جدا بيتضاف ليها er زائد than. طيب الصفة الطويلة قلنا ان هي صفة ما ينفعش اضيف ليها er، بنستخدم معاها حاجات تانية. طب ايه هي الحاجات التانية دي؟ بضيف معاها more، بستخدم معاها more. فاقول مثلا more expensive او more exciting او more beautiful. طب ينفع اقول expensive؟ لا طبعا ما ينفعش اضيف ليها er، لكن بضيف قبلها more. ده موضح كل حاجة بالظبط. الجدول ده مهم جدا. اول حاجة في الجدول ده لو نلاحظ في الشمال خالص مكتوب adjectives، يعني الصفات، وقسمنا الصفات لشورت adjective ولونج adjective. طيب قلنا لو احنا عايزين نقارن بين الميكروويف والموبايل، عايز اقارن بين الميكروويف والموبايل، لو نلاحظ في نص الجدول بالظبط اللي مكتوب فيه اصفر كده er than اللي فيها cheaper than، احنا في الجزء اللي في النص بالظبط فوق. طيب اول حاجة قلنا الشورت adjective، عايزين نقارن بين الميكروويف والموبايل. عايز اقول ان الميكروويف ارخص من الموبايل، الميكروويف ارخص من الموبايل. طب رخيص يعني ايه؟ رخيص يعني cheap. طيب احنا قلنا عايز اخليها صفة مقارنة، يعني عايز اقارن بينها، فقلنا ان احنا بنضيف ليها er زائد than. فهنقول the microwave is cheaper than the mobile، يعني الميكروويف ارخص من الموبايل. دي صفة قصيرة عشان عرفنا نضيف ليها er زائد than. طيب انا عايز اقول ان الفرن مثلا هو ارخص حاجة خالص، عايز افضل بقى الفرن عن كل الحاجات الموجودة، عايز اقول ان هو ارخص حاجة موجودة من غير ما اقارن بين حاجة تانية، من غير ما اقارن بين حاجة وحاجة بس. فممكن اقول
احنا the oven is the cheapest، احنا في الجزء اللي في اليمين خالص اللي مكتوب عليه superlative. the oven is the cheapest يعني الفرن هو الأرخص. هتقولي ايه the cheapest دي بنستخدمها لما بنكون عايزين نفضل حاجة عن كل الحاجات الموجودة، بستخدم معاها the ونضيف est للصفة. ف the وتشيب هنضيف لها est، فهتبقى the cheapest. معناها ايه؟ معناها دي أرخص حاجة موجودة. زي ما يكون مثلا احمد is taller than علي. طب انا عايز اقول احمد اطول واحد في الفصل، اقول احمد is the tallest، احمد هو الاطول. طيب نيجي للجزء اللي بعد كده في الجدول من تحت. احنا دلوقتي في الجزء التاني من الجدول اللي مكتوب عليه في الشمال خالص long adjective وبين قوسين كده useful. useful دي long adjective، عشان كده مكتوب فيها long adjective. طب احنا قلنا long adjective ما ينفعش اضيف ليها er، قلنا ما ينفعش اضيف ل long adjective er. زي expensive قلنا ما ينفعش تبقى expensiver مثلا. طيب انا عايز اقول بقى في اللونج adjective useful، عايز اقول ان الموبايل اكثر افادة من الميكرويف، او الموبايل اهم من الميكرويف. اقولها ازاي؟ هقول the mobile، احنا في المثال اللي في نص الجدول تحت the mobile is more useful than the microwave، يعني الموبايل افيد او اكثر افادة من الميكرويف. هتقول لي ايه ده احنا ما قلناش the mobile is usefuler than دي؟ هقول لك عشان دي long adjective ما ينفعش اضيف ليها er، لكن ينفع احط قبلها more. يبقى اللي ما نعرفش نحط ليه er احط قبله more عشان هي long adjective. اقول more useful than، ما ينفعش اقول the mobile is usefuler than، لا غلط طبعا. اقول is more useful than the microwave. طب انا عايز اقول ان الكمبيوتر هو اهم حاجة موجودة او اهم شيء في الجزء اليمين خالص من الجدول من تحت. هقول the computer is the most useful. يبقى تاني كده نراجع مع بعض من البداية خالص. عرفنا ان في حاجة اسمها short adjective وحاجة اسمها long adjective، صفة قصيرة وصفة طويلة. الصفة القصيرة لما اقول مثلا احمد is tall، كده صفة قصيرة. طيب انا عايز اقارن بين الصفة دي بينها وبين حد تاني، اقول احمد is taller than علي، يبقى انا كده قارنت بين احمد وعلي. طيب انا عايز اقول ان احمد هو اطول واحد، اقول احمد is the tallest، احمد هو الاطول. نيجي بعد كده لللونج adjective. قلنا اللونج adjective ما ينفعش اضيف ليها er، لكن ينفع احط قبلها more، فاقول more useful، more expensive، more exciting. وبحط طبعا than عادي خالص، بس ما بحطش er، اقول more والصفة و than، more الصفة than. طب انا عايز اقول افضل حاجة موجودة، اقول the most. عايز اقول اقل حاجة موجودة، اقول the least. عكس the most the least. انا عايز اقول الكمبيوتر هو مثلا اقل حاجة اهمية، اقول the computer is the least useful. طب الكمبيوتر هو اهم حاجة موجودة، the computer is the most useful. طيب هديك امثلة اكتر عن الصفات والتقسيمات بتاعتها لما اجي اقارن ولما اجي افضل حاجة عن حاجة. طيب انا بقول many more than the most، much more than the most، little less than the least. طب بتقولي طب انا يعني اعمل ايه بالكلام ده؟ هقول لك لا، الكلام ده مهم جدا عشان انت عايز تقارن بين حاجتين، عايز تقول اكتر من، فتقول more than، ما تقولش minier than عشان قلنا مفيش حاجه اسمها كده. طيب much هتبقى more than. طب عايز افضل بقى اقول هي الاكتر، هتقول the most. طيب little less than the least. طب good better than the best. لما اقول مثلا حد افضل من حد، فاقول مثلا he is gooder than، لا مفيش حاجه اسمها gooder than خالص، اسمها better than. طب احمد is good، احمد is better than علي، احمد is the best، احمد هو افضل واحد. bad هل ينفع اقول better than؟ لا، هقول bad worse than the worst، bad worse than the worst. The weather today is better than it was yesterday. ده مثال على الكلام اللي احنا بنقوله. هل ينفع اقول the weather today is gooder than؟ لا خالص، ما ينفعش. هقول the weather today is better than، better than عشان good
better than the best. طيب عايز اساوي صفتين ببعض، يعني حاجتين عندي زي بعض فيهم نفس الصفات. يعني عايز اقول مثلا الموبايل غالي زي الميكرويف، اقولها ازاي؟ في المثال اللي قدامك بعد المربع الاصفر على طول من اول the mobile. The mobile is as expensive as the microwave. يعني الموبايل غالي بالظبط زي الميكرويف، هما الاتنين متساويين في السعر. يبقى لو عايز اساوي صفتين ببعض، as صفة as expensive as. تاني مثال the microwave، عايز بقى اقول ان هو مش متساويين في نفس الغلو، فاقول the microwave isn't as expensive as the kettle. يبقى بنفي ب not n apostrophe t او not n o t. بعد كده عندنا both either neither none. both either neither none. هنبدأ أول حاجة ب both اللي معناها كلا أو كلتا. سيبك من العربي دلوقتي، بس أهم حاجة تعرف إن هي بنستخدمها مع شخصين لما تكون بتتكلم عن حاجتين. لما أقول مثلا أول مثال خالص في الشمال both the friends، من أول الكلمة الزرقاء both the friends are tall، يعني كلا الصديقين طوال، الاتنين دول طوال بمعنى أصح يعني. طيب في حاجة اسمها تاني both of، برضه بنستخدمها مع شخصين أو مع الجمع. لما أقول مثلا both of the laptops، اللابتوبين دول are mine، يعني يخصوني. فboth هنا بعملها معاملة الجمع عشان بنتكلم عن حاجتين. طيب ده رقم واحد تعرفه في both of. طيب في بعد both of بيأكد لك ان هي لو جه بعدها جمع، لما اقول مثلا the teacher، المثال رقم 3 the teacher greeted both of them. هتسمع both of them دي كتير قوي، ودي برضو معناها ان المدرس حيا كلاهما، يعني المدرس حياهم جمع يعني. we bought both of these mobiles yesterday، يعني احنا اشترينا الموبايلين دول امبارح. اشترينا كلا الموبايلين دول امبارح. احنا ما بنقولش بالعربي قوي كلا وكلتا عشان الموضوع بيبقى صعب شوية. اهم حاجة ان في both اعرف ان احنا بنتكلم فيها عن حاجتين، موبايلين او لابتوبين انا جبتهم. we bought both of these mobiles yesterday، يعني انا اشتريت الموبايلين دول امبارح. بيقول لك لاحظ بقى ان لما بتستخدم both of اسم جمع يتبعه فعل لفاعل جمع. معناه ايه الكلام ده؟ في اخر مثال خالص both of my sisters are coming. ايه تقول لي يعني افهمي برضو من الكلام ده؟ قصدي يقول لك ان ما ينفعش اقول both of my sister is coming، ما ينفعش اقول is coming، كمان ما ينفعش احط is، لازم اقول are. ليه؟ عشان انا بتكلم على حاجه جمع، ده انا بقول sisters. نركز قوي في الحته دي عشان بعد كده لما ناخد either و neither هيبقى في موضوع تاني مختلف شويه. فنركز both of my sisters are coming مش is coming. ما دام انا بتكلم على جمع هيجي اكيد بعده فعل لحاجه جمع، فبقول are مش is. تاني حاجه هنتكلم عليها وهي either أي من. يعني لما أقول مثلا في أول مثال خالص فوق اللي بالأزرق either book is mine، أي من الكتاب دول بتاعي. رقم 2 بيقولك إنه تستخدم either of بمعنى أي من ويتبعها أو يليها اسم جمع أو ضمير مفعول جمع. يعني لما أقول مثلا did either of them attend the party، هل أي منهم حضر الحفلة؟ ده سؤال. المثال الثالث we will buy either of these hobbies. لو تلاحظ ان الجمع اللي موجود بيوازيه برضو فعل جمع. يعني لما اقول we will buy either of these عشان جمع موبايلز، الموبايل فيها اس فبنستخدم these. طيب اللي جاي دي ناخد بالنا منها كويس جدا. بيقولك لاحظ انه عندما يلي either of اسم جمع يتبعه فعل لفاعل مفرد.
ايه ده ازاي؟ يعني لما اقول either of the box is mine، اي من الكتب دي بتاعي. ايه ده، احنا قلنا is ازاي واحنا كنا بنقول بوكس جمع؟ يبقى المفروض نقول are mine. لا، هنا حالة مختلفة، هنقول is mine. يبقى تاني نلاحظ ان لو either of جه بعدها اسم جمع، يجي بعد الاسم الجمع ده فاعل لفاعل مفرد. يعني ايه؟ يعني اقول either of the box is mine، ما ينفعش اقول either of the books are mine. ناخد بالنا منها كويس جدا، عشان دي جت في both كنا بنقول are. دي الاختلاف بين both و either of بالذات. طيب بعد كده رقم 3، في حاجة اسمها either or. فلما اقول مثلا either، نركز قوي مع رقم 3. بيقول في رقم 3: عندما نربط either or باستخدام either or يعني فاعلين، فإن الفاعل يتبع الفاعل الأقرب في الإفراد والجمع. معناه ايه الكلام ده؟ يعني ايه لما بتربط ب either or فاعلين فإن الفاعل يتبع الفاعل الأقرب في الإفراد والجمع؟ يعني لما أقول مثلا، احنا في آخر مثالين على فكرة، في المثال قبل الأخير either the boy or the girls، المفروض هنا هنقول ايه، are ولا is؟ either the boy or the girls are in the classroom. ليه هنا قلنا are؟ هنا قلنا are لأن قبلها girls. طيب المثال اللي بعده either the girls or the boys is in the classroom. ليه الأولى قلنا فيها are والتانية قلنا فيها is؟ لأن بنبص على طول قبل is في boy، إذا مفرد يبقى نقول is، إذا girls جمع يبقى نقول are. ما نبصش بقى لأول الجملة خالص ونقول إيه ده في أول الجملة في جمع فخليها بقى جمع زيها. لا، احنا بنبص عشان بيقول لك ايه، يتبع الفاعل الأقرب في الإفراد والجمع. الفاعل يتبع الفاعل الأقرب في الإفراد والجمع، يعني لو هو جمع هيبقى جمع، لو هو مفرد هيبقى زيها مفرد. ما نبصش بقى لأول الجملة خالص، ملناش دعوة بأول الجملة، لينا دعوة بالجزء اللي قبل الفاعل على طول. وناخد بالنا كويس جدا ان هي اسمها either or، مش either nor، لا اسمها either or، عشان اللي هتيجي بعدها دلوقتي اسمها neither، فهنقول neither nor، يبقى either or neither nor. اللي بعد كده رقم 3 وهي neither، ومعناها ولا أي. رقم 1، مثال رقم 1: neither book belong to the teacher، يعني ولا كتاب من دول يخص المدرس، أو ولا كتاب من دول بتاع المدرس. يبقى neither معناها ولا أي. رقم 2، يأتي بعد neither of اسم جمع أو ضمير مفعول جمع زي them us you، أو ضمير إشارة جمع زي those و these. مثال، أول مثال بالأزرق فوق خالص: neither of them، ولا واحد منهم is in the room، ولا واحد منهم في الأوضة. مثال تاني: neither of those laptops costs much money، ولا واحد من اللابتوبس دول يتكلف مال كتير. بيقول لك لاحظ، ودي ناخد بالنا منها كويس جدا، أنه عندما يلي neither of اسم جمع يتبعه فاعل لفاعل مفرد، زي اللي قبلها بالظبط، زي either. لو نفتكر ان either قلنا مثال برضو عشان يبقى الكلام واضح، neither of، احنا في مثال رقم 3: neither of the kettles is expensive، ولا اي واحد من الكيتلز دول is expensive. ايه ده، مش انت هتقولي في kettles ده في جمع، هجيب بعد kettles is؟ ايوه هنجيب بعدها is، مادام الجمله بدات ب neither of في بدايه الجمله كده، فبنقول ان عندما يلي neither of اسم جمع، لو جه بعدها اسم جمع يتبعه فاعل لفاعل مفرد. ايه هو الفاعل لفاعل مفرد؟ اللي هو is. يبقى neither of the kettles are expensive، لا غلط، هتبقى is expensive. نركز برضو على دي. رقم 3، neither nor اللي كانت زيها برضو في اللي قبل كده لما كنا بنقول either or، يبقى اسمها either or و neither nor. neither احنا في المثال اللي قبل الأخير في الجزء اللي فوق، فبنقول neither أحمد، من أول neither أحمد. neither أحمد nor the workers are working، ولا أحمد ولا الوركرز، ولا أحمد ولا العمال بيشتغلوا. طيب في رقم 3 نركز قوي، بيقولك عندما تربط ب neither و nor
فاعلين، فإن الفعل يتبع الفاعل الأقرب في الإفراد والجمع زي اللي قبلها بالظبط اللي كانت either or. بيقولك إن لو جه قبلها زي المثال ده، لو هي workers جمع يبقى يجي بعدها جمع are. طب لو هي أحمد ده مفرد يبقى يجي بعده is. ما نبصش بقى على أول الجملة ونقول ده جملة بادئة بأحمد فأقول is، لا، هتبقى بيتبع الفعل القريب ليها على طول، يبقى القريب ليها على طول. ف neither أحمد nor the workers are working. طيب المثال التاني اللي هو neither the workers، من أول neither the workers nor أحمد is working. ولا أحمد ولا الوركرز ولا أحمد، هو عكسها، ولا العمال ولا أحمد شغالين. طيب نسأل السؤال ليه احنا قلنا is working في آخر الجملة؟ عشان قبلها أحمد. طيب هتقول لي طب ما احنا ممكن نبص في اول الجمله ونقول ده workers، ده احنا بنتكلم على جمع. قال لك لا، لازم تجيب الكلمه اللي لازقه فيها على طول. احمد ده مفرد يبقى نقول is، workers دي جمع يبقى نقول are. اخر حاجه خالص none of، ومعناها لا احد. في رقم واحد المثال اللي بالازرق none of the girls studies well، ولا واحد من البنات ذاكروا كويس، يبقى دي معناها لا احد. none of them needs help، ولا واحد منهم محتاج المساعدة. لاحظ، نركز برضو على دي، لاحظ ان none of يليها phones، يعني ولا واحد من الولاد عايز يشتري الموبايلات. نركز على الفعل wants اللي عاملينه بالازرق تحت خالص. ليه هنا قلنا wants مع ان boys جمع؟ عشان بقول لك دي قاعدة none of، زي ما كنا بنقول من شوية neither of او neither of او either of، كان هما التلاتة نفس النظام. نفس النظام ازاي؟ ان بيجي بعدهم فعل لفاعل مفرد. الفعل هو wants لفاعل مفرد. طيب مع ان الفاعل هنا بويز جمع، مع انه جمع هقول wants برضو، زي ما كنا بنقول في neither of، كنا بنقول neither of the kettles، وكيتلز جمع كنا بنقول بعدها is. يبقى نركز في التلاتة دول عشان هم شبه بعض. either of. بعد كده زمن الماضي البسيط، ال past simple tense. زمن الماضي البسيط ده عاوزين نعرف فيه حاجتين، اول حاجة تكوينه، وتاني حاجة عايزين نعرف بنستخدمه امتى. طب تكوين الزمن ده هو الفعل بتضيف لي ed بكل بساطة. طيب في حالات تانية بنضيف فيها دي او ied، لكن في الاساس الفعل ماضي هتضيف ed. طيب في حالة النفي didn't، وفي حالة السؤال بتبدأ الجملة ب did. طيب معنى الكلام ده ايه؟ يعني I you we they he she it بيجي بعدهم تصريف تاني متضاف بقى ليه ed او دي بس او ied. طيب في كلمات معينة لو شفتها هتعرف انك بتتكلم في الماضي البسيط. كلمات زي yesterday، كلمات زي last week last month last year ago، كلمات زي ان مثلا 2015 2014، كل دي كلام حاجات في الماضي. طيب امثلة على الماضي البسيط، لما اقول she cooked fish yesterday امبارح، cooked هنا ضفنا ليها ed عشان بنتكلم في الماضي. طيب she didn't cook meat yesterday، هي ما طبختش لحمة امبارح، فالنفي هنا قلنا بننفي ب didn't، وبيجي بعد didn't مصدر الفعل، عشان كده قلنا cook. طيب لو عايز اسأل هقول did she cook ice yesterday، وطبعا cook هنا عاملها بالازرق عشان يعرفك ان هي مصدر، ما بنضيفش ليها حاجة، وبنبدأ الجملة بديد. طب لو قلت did she cook الإجابة هتبقى لو هي طبخت هنقول yes she did، طب ما طبختش no she didn't. طيب كده احنا عرفنا تكوين الزمن في حالة الإثبات عامل ازاي، وفي حالة النفي عامل ازاي، وفي حالة السؤال عامل ازاي، وخدنا شوية كلمات لما بنشوفها بنعرف ان احنا بنتكلم في زمن الماضي البسيط. بس لسه معرفناش الزمن ده بستخدمه امتى. الزمن ده استخدمه امتى؟ تستخدمه لما تكون بتعبر عن حدث حصل في الماضي وانتهى. حاجة حصلت في الماضي وانتهت بتتكلم عنها في الماضي في التصريف التاني. التصريف التاني هو الباست سيمبل، يعني لما اقول لك فعل في التصريف التاني يبقى كده انا قصدي على الماضي البسيط. عندنا بعد كده زمن الماضي المستمر. زمن الماضي المستمر the past continuous tense، يعني زمن الماضي المستمر. اول حاجة برضو بنعرفها في اي زمن وهي تكوينه.
تكوين الزمن ده was أو were verb زائد ing، يعني زي المربع الأصفر اللي قدامك ده، مع I he she it أقول was، يعني I was he was she was it was. طب مع we you they أقول were، يبقى we were you were. يبقى الزمن ده نركز فيه كويس جدا على أول مثال اللي هو بيجي دايما كتير، يقولك الساعة 8 امبارح I was studying، يعني أنا كنت بذاكر، بيعبر عن حدث استمر لفترة معينة في الماضي. طيب طبعا في حالة النفي معروف بنحط not، بدل was هتبقى wasn't، طب بدل were هتبقى weren't، وهكذا بيجي بعدها verb زائد ing. لما قلنا في المثال بتاع النيجاتيف أو النفي they weren't playing at that time. طيب في حالة السؤال هنحط where في الأول أو was في الأول. أقول were you sleeping when I phoned you، كنت نايم لما أنا كنت اتصلت بيك. طيب ممكن أسأل ب WH question، يبقى في مثلا what، بقول what was Mona doing when I arrived. اللي هقوله في الحتة الجاية دي تعتبر من أهم الحاجات الموجودة في الزمن ده، وهو لما أكون بعبر عن حدث وحدث تاني قطعه، حدث وحدث تاني قطع الحدث اللي أنا كنت فيه. لما أقول مثلا آخر مثال خالص في الصفحة دي as we were working the manager arrived. أول حاجة عايزك تعرفها في الجزء ده while as just as when، while as just as. while بيجي بعدها past continuous، يعني while بيجي بعدها was aware verb زائد ing، ده الحدث الطويل. بيقطع الحدث الطويل ده حدث تاني قصير، فبيبقى الحدث القصير في التصريف التاني اللي هو الباست simple، زي المثال الاخراني بالظبط as اللي هي زي while او just as، بيجي بعدها verb زائد ing، عشان كده جه بعدها as we were working، جه بعدها ماضي مستمر. طيب الحدث القصير هيبقى ماضي بسيط the manager arrived، يبقى ده الماضي البسيط. طيب مثال تاني فوق المثال ده على طول اللي من أوله كلمة while I was reading، while I was reading a story mom arrived. الحدث هنا الطويل اللي حصل هو while I was reading، لما أنا كنت بقرأ قصة mom arrived، ماما وصلت. يبقى الحدث هنا الطويل اللي حصل في الماضي المستمر was reading. طيب الحدث القصير اللي قطعه mom arrived، ماما وصلت. يبقى ايه اللي خلاني احط ده في الماضي البسيط وده في الماضي المستمر؟ ان حدث بيحصل او حدث بيقطع حدث تاني. طيب اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي while كان بيجي بعدها ماضي مستمر وبعدين ماضي بسيط، لكن when العكس، ماضي بسيط وبعدين بيجي بعدها ماضي مستمر. اقول مثلا مثال على when Mona fell asleep، ده كده ماضي بسيط. ايه اللي حصل؟ she was watching TV، يبقى ده ماضي مستمر. while عكسها، while عكس when عشان ما تنساهمش. طيب يستخدم للتعبير عن حدثين، دي رقم 3 بقى نركز عليها كويس جدا. حدثين حصلوا بس الحدثين ما قطعوش بعض خالص، الحدث ده حصل وده حصل بس مفيش اي حدث منهم قطع التاني. طيب مثال على الكلام ده while I was reading my sister was studying، لما انا كنت بقرأ اختي كانت بتذاكر. هل حدث قطع التاني؟ لا، ما فيش اي حاجة قطعت التاني، ده انا بذاكر وهي بتقرأ او انا بقرأ وهي بتذاكر، ما فيش اي حدث قطع التاني. في الحالة دي بنستخدم ماضي مستمر والجملة التانية ماضي مستمر. طيب رقم 4 during ومعناها اثناء. لما اقول during the match، during بيجي بعدها noun، ما ننساش during بيجي بعدها اسم، during بيجي بعدها اسم. during the match the player fell down، اللاعب وقع على الارض، يبقى during the match ده noun، يبقى during بيجي بعدها اسم. بعد كده عندنا grammar unit 3 وهو بيتكلم عن present continuous tense، زمن المضارع المستمر. هنعرف في زمن المضارع المستمر برضو حاجتين او 3 من حيث تكوين والكلمات المستخدمة مع الزمن ده، وهنعرف بنستخدمه في ايه. اول حاجة تكوين الزمن ده am is are verb زائد ing، يعني اقول I am playing، he is playing، she is playing.
we you they اقول we are playing they are playing you are playing. يبقى تكوينه am is are verb زائد ing. طيب الزمن ده بستخدمه امتى؟ بستخدمه لما بكون بعبر عن حدث بيحصل دلوقتي حالا. لما اقول مثلا I am teaching right now انا بشرح دلوقتي، فده حدث بيحصل. طيب بعد المربع الاصفر على طول في مثال تحت صغير كده they are cooking lunch، ده مثال على المضارع المستمر. في مثال تاني بعده هنلاقي برضو انه am او is او are ده زائد verb زائد ing. we are sitting in the dining room we are sitting. طيب she is studying، لو نلاحظ am is are verb زائد ing. she is studying math in Cairo University. قلنا برضو بيعبر عن أحداث بتحصل دلوقتي أو أحداث كانت بتحصل ولسه ما انتهتش. طيب في المربع اللي قدامكم فوق ده اللي مكتوب عليه الكلمات الدالة أو الكي ووردز، دي كلمات لما بتشوفها بتعرف إنك بتستخدم زمن المضارع المستمر، زي look listen watch out look out at the moment at present still now. كل دي حاجات لما بتشوفها بتستخدمها مع زمن المضارع المستمر. بعد كده عندنا في يونت 4 present perfect tense، وهو زمن المضارع التام. زي اي زمن بنعرف فيه شوية حاجات. اول حاجة هنعرفها فيه وهو تكوين الزمن ده. الزمن ده بيتكون من have وهاز زائد ال past participle او التصريف الثالث. فمع he وشي وات بنختار has، ومع I you we they have. فاقول he has she has it has I have we have you have they have. طيب النفي بتاع الزمن ده بنفي ازاي الزمن ده؟ بنفيه ب has not و have not اللي هي hasn't و haven't اللي هو apostrophe t وبرضه haven't apostrophe t. ممكن اقول not has not او have not. طيب في حالة السؤال ال yes no question بسأل بهاف أو هاز. طبعا بسأل بهاف أو هاز على حسب الضمير. يعني على حسب الضمير يعني مع I you we they have he she it has. يعني أقول مثلا has he، ما ينفعش أقول has I وhas she وhas it وhave I have you have we have they. ده ال yes no question اللي الإجابة عليه بتبقى ب yes he has مثلا أو yes I have أو yes they have وهكذا. طيب ال WH question اللي هو اللي بيبدأ ب WH زي ما أقول مثلا where what. طيب بقول where أو what بحط أداة الاستفهام وبعدها has أو have وبعدها بكمل الضمير عادي خالص وطبعا تصريف تالت. طيب نيجي للأمثلة على الزمن ده. أول مثال اللي في نص الصفحة اللي بالأزرق they have played music. لو نلاحظ ان اخترنا have لأن قبلها they. الجملة التانية he has never ridden a horse، هو مركبش خالص عمره حصان. لو نلاحظ برضو ان he جي بعدها has وبعدين ridden اللي هي تصريف تالت بتاع ride rode ridden. طيب المثال رقم 3 وده بالسؤال بهاف أو هاز اللي هو ال yes no question اللي الإجابة عنه ب yes و no. have you been to another country؟ لو نلاحظ ان been هنا دي التصريف الثالث، بنحط have أو has في الأول وبعدين بنجيب بعدها الضمير أو الفاعل وبنحط بعد كده التصريف الثالث. طيب آخر جملة خالص ودي بال WH question يعني بسأل بأداة استفهام زي where. أقول where have you been؟ لو نلاحظ ان where جه بعدها have أو ممكن أجيب بعدها has لو أنا بتكلم عن he أو she أو it. فأقول مثلا where have you been؟ طب أنا عايز أستخدم he أقول where has he been. ما ينفعش أقول طبعا where have he been، غلط طبعا. كل ضمير أو الفاعل كل ضمير فيهم ليه حاجة معينة يا have يا has، وطبعا كلهم ثابتين في ال past participle يعني في التصريف الثالث.
طيب يبقى احنا عرفنا في زمن المضارع التام شوية حاجات. عرفنا تكوينه has have تصريف ثالث. عرفنا في حالة النفي بننفي بنوت hasn't او haven't. عرفنا ان في اليس نو question بنسأل بهاف او has في بداية الجملة. وال WH question اللي هو السؤال بعلامة الاستفهام، وبجيب بعد السؤال بأداة الاستفهام بجيب have او has. وبعد كده هنعرف بقى انا بستخدم امتى الزمن ده. امتى بستخدم الزمن ده؟ بستخدمه لما بكون بتكلم عن تجارب حياتية في الماضي. المربع الاصفر اللي تحت اول مثال فيه بيقول I have lived in London، بتكلم عن تجربة حياتية. طيب او لما اكون بوصف حدث تم في الماضي واثره لسه موجود في الحاضر. لما بكون بتكلم عن حدث في الماضي ولسه اثره موجود، لما اقول مثلا look what you have done who will clean the floor، مين اللي هينظف الارضية دلوقتي؟ بيقول له شوف انت عملت ايه، وقع الحاجة على الارض او حاجة، فلسه اثر الحاجة على الارض موجود. طيب بستخدم الزمن ده في ايه تاني؟ لما بكون بوصف حاجة حصلت دلوقتي او من وقت قليل، اقول مثلا I have just eaten lunch. طيب زي اي زمن قلنا ان في حاجة اسمها الكي ووردز او الكلمات الدالة على الزمن ده. كلمات لما بشوفها بعرف ان انا بستخدم زمن المضارع التام، زي مثلا كلمة just او كلمة ever او كلمة never always recently lately. كل دي حاجات لما بشوفها بعرف ان انا بتكلم في زمن المضارع التام. طيب تعالوا نشوف مثال على just. في اول مثال فوق خالص I have just cleaned the floor. I have just cleaned the floor. ناخد بالنا ان just جت بعد have، وطبعا just جه بعدها past participle يعني تصريف ثالث للفعل. طيب ever have you ever written a story؟ عمرك كتبت قصة في حياتك؟ يبقى لما باجي أسأل سؤال بستخدم معاها ever. طيب علي is the funniest boy I had ever met. علي ده أكتر واحد مضحك أنا قابلته في حياتي. I haven't ever ridden a camel. أنا عمري ما ركبت جمل في حياتي. never مثال على never. My father has never done a sport. My father has never done a sport. Always I have always listened to music. أنا دايما بسمع موسيقى. I have always listened to music. Recently lately مثال عليهم She has bought a new dress recently. احنا على فكرة في الأمثلة الأخرانية آخر 3 أمثلة أول واحد فيهم She has bought a new dress recently. هي اشترت فستان recently مؤخرا أو حديثا. Recently she has bought a new dress. قصدي يقولك إن recently بتيجي في الآخر أو في الأول. She has recently bought a new dress أو ممكن تيجي في النص. من الكلمات برضو اللي تبع الجزء ده هي since وفور، والجدول ده مهم جدا جدا. المفروض ان احنا بنعرف كل جدول فيه ايه بالظبط، وايه اللي بيجي مع since وايه اللي بيجي مع فور عشان بتيجي في الامتحانات. since الجزء اللي في الشمال خالص، خلينا في ناحية الشمال خالص. since بيجي معاها حاجة زي Friday، اقول since Friday. لو نلاحظ بعد Friday في August بيجي معاها الشهور، اقول since August. since مثلا 2010 since 2 o'clock since last week وهكذا. since then ركز برضو على since then. since yesterday وهكذا. كل الجدول اللي قدامك ده اللي في الجزء الشمال بس اللي تحت since بتاخد كل الحاجات دي معاها. نعرف since بتاخد معاها ايه بالظبط. طيب for اقول مثلا for a day for 2 days for a week for 3 weeks. وفور برضو نفس النظام، الفور تحتها هي بتاخد كل الحاجات دي. اقول for a month for 2 months for a year. طيب نركز على حاجة مهمة. بص في نص الجدول بالظبط بتاع فور هتلاقي من اول كلمة the last. دي مهمة جدا عشان لو جيت بصيت في الجزء التاني في since هتلاقي بيقول لك last week. طيب هي for اسمها for the last week. طب since last week الفرق بينها وبين دي the. يبقى تاني for the last week، لكن since last week.
أو for the last month، أو في since last month. يبقى for هي اللي فيها the، لكن since ما فيهاش. for فيها the لكن since ما فيهاش. نركز فيها عشان هما الاتنين بيلخبطوا. بعد كده عندنا آخر جزء جرامر الموجود في يونت 6، وده يعتبر من أسهل الدروس الموجودة في المنهج عامة، عشان كنا خدنا عنه فكرة قبل كده، وهي must و mustn't و should و shouldn't والحاجات اللي زي دي، الحاجات اللي بستخدمها للإلزام والضرورة والنصح والحاجات اللي زي دي. هنبدأ أول حاجة ب must اللي كنا عارفين إن هي بنستخدمها مع الحاجات الإلزامية والضرورية. لما كنت اقول مثلا لحد you mustn't smoke here، ما ينفعش او ممنوع التدخين هنا. you mustn't smoke here حاجات كده الزاميه وضروريه ما ينفعش انك تعملها، كنت بستخدم ساعتها must و mustn't. طيب must مثال على must معروف ان هي بيجي بعدها infinitive يعني مصدر الفعل. اقول I must be friends with good students، يجب ان انا اكون صداقات مع التلاميذ الكويسين. يبقى must معناها يجب أن، وبيجي بعدها infinitive يعني بيجي بعدها مصدر. طيب تاني حاجة mustn't، قلنا لا يجب، فبقول you mustn't make noise in the library، يعني ما ينفعش ان انت تعمل ضوضاء في المكتبة. حاجات كده إلزامية وضرورية زي ما بنقول، حاجات ممنوعة، فأقول you mustn't smoke here. طبعا كل ده بيجي بعده ايه؟ بيجي بعده infinitive. نركز في الموضوع ده كويس جدا، ان بيجي بعد must و mustn't infinitive يعني الفعل بدون اي اضافات. طيب عندنا بعد كده have to و has to. have to has to معناهم من الضروري او لابد. لما اقول مثلا لحد في المثال اللي بعد have to، بيقول we have to get a license to drive a car، يعني ايه؟ يعني ضروري ان يبقى معاك رخصة عشان تسوق عربية. طب ايه قاعدتها؟ I you we they، خلينا مركزين في الجزء الاصفر. I you we they بيجي بعدهم have to. طب he she it بيجي معاها has to. طيب اللي عكسها وهي don't و doesn't have to، يعني ليس من الضروري، ليس من الضروري زي اللي كتب قبلها have to has to. طب دي don't have to و doesn't have to، يعني معناها ليس من الضروري عشان فيها نفي. فالتكوين بتاعها بقول I you we they اللي في المربع الاصفر، بيجي بعدها don't have to بعدين infinitive. طيب he she it اكيد بيجي بعدها doesn't have to، وبعد كده بعد to بنحط مصدر الفعل او الانفينيتيف. مثال على don't have to doesn't have to، علا doesn't have to do the housework her mother has done it. يبقى ايه؟ ليس من الضروري ان هي تعمل اعمال المنزل لان مامتها عملتها خلاص. يبقى مامتها عملت الحاجة، يبقى انا ايه؟ doesn't have to، ليس من الضروري اني بعمل الحاجة بقى عشان هي خلصتها خلاص. طيب اللي جاي، الجزء اللي جاي ده بعد كده هو should و shouldn't. should و shouldn't نعرف ان احنا بنستخدمهم للنصح. لما بعوز انصح حد بنصحه ب should و shouldn't. طب عايز انصحه انه يعمل حاجة اقول له should، طب عايز انصحه انه ما يعملش حاجة يبقى shouldn't. طيب عشان الناس تعرف احنا فين، احنا في رقم 5 الجزء بتاع should و shouldn't. ايه القاعدة بتاعتها؟ should و shouldn't بيجي بعدها مصدر الفعل او بيجي بعدها infinitive. اقول ايه مثلا؟ لما اقول مثلا في اول مثال you should do more exercise، يعني يجب ان انت تتمرن. should جه بعدها do. طب جه بعدها do ليه؟ عشان do دي مصدر، وشود لازم يجي بعدها مصدر، فانا بقول له يجب ان انت تمارس الرياضه. طيب عايز اقول له لا يجب اللي هي shouldn't، اقول you shouldn't be friends with bad students، يعني يجب ان انت ما تكونش صداقات مع التلاميذ اللي مش كويسين، فانا بنصحك فبقول لك you should. طيب في طريقه تانية لان انا انصح بيها شخص غير should و shouldn't؟ ايوه في طبعا طرق تانية. نركز في الجزء ده على الجزء اللي في اليمين خالص، اللي في اليمين اللي فيه الأمثلة. أقول لي مثلا لواحد عايز أنصحه أقول له I advise you not to smoke، يعني بنصحك إن أنت ما تدخنش. طيب it's dangerous for you، من الخطير إنك to cross the road here، إن أنت تعبر الطريق من هنا. طيب عايز أقول له حاجة كويسة أقول له it's better for علي، من الجيد لعلي أو من الكويس لعلي not to eat too many sweets، ان هو ما ياكلش حلويات كتير. It's a good idea for you،
دي فكرة كويسة او حاجة كويسة ليك to use a dictionary، ان انت تستخدم القاموس. وبكده نكون وصلنا لنهاية مراجعة الجرامر. لو عندكم اي سؤال تقدروا تكتبوا لي تحت في الكومنتس وانا هرد عليكم. ولو انتوا جداد ما تنسيش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك على الفيديو ده عشان يوصل لكم اي حاجة جديدة بنزلها.